اهلا بكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين. هنكمل الاستوديو التحليلي. كابتن جمال عبد الحميد، كنا بنتكلم على هذه المباراه ولعيبه الزمالك ادوها بشكل يعني ما فيش اهتمام لكن ادت الغرض وخدنا اللي احنا عايزينه من المباراه وصعدنا الى دور 16. بص يا كابتن طارق، هو احلى حاجه في المباراه ان هو لعبنا قصاد فريق محترم، فريق كويس جدا جدا منظم. نقدر نقول عليه من الفرق يعني ما شاف الماتش النهارده فريق قوي، وصل للجول كتير جدا، جاب فينا هدفين، كان ممكن نجيب 3 و4، ففريق قوي. دي نطلع منها ايه؟ مستر اوساريو ان هو وقف على نقاط الضعف بالنسبه لفرقتنا ونقاط القوه مع فريق كويس. كان ممكن نكسب 5 النهارده 6، فريق درجه ثانيه والزمالك بيلعب ويكسب 5-6، ما بقاش فيه نقط ضعف بانت، ما بقاش فيه الدفاع بتاعنا محتاج يا طارق بعد اذنك، محتاج تخصصي قوي. انا يعني كل هجمه كل كوره بيمسكوها فريق بروكسي بيروحوا للعواد، كل كوره توصل يا اما خطر على العواد يا اما جول يا اما بتروح بره اوت ضربه مرمى. فاذا محتاجين تخصص، ازاي امسك العب ازاي 3 ورا، ازاي العب 4 ورا، وامسك ازاي المهاجم اللي هو بيروح دايما انفراد علينا. طيب معلش في النقطه دي عشان برضه كابتن جمال حضرتك قلت نقطه مهمه جدا، الديفنس. طب ليه ما تقولش ان ده من نص الملعب؟ ما عندكش غير دونجا بس رقم 6 اللي هو بيدافع، رؤى بيلعب جنبه، رؤى مش مدافع، مش بالقوه اللي هو ممكن يقطع كوره ويعمل تاكلينج والحاجات دي. سيف جعفر شرحه، سيف جعفر لاعب مهاري ما عندوش القدره زي ما قال اسماعيل ان هو يدافع وتاكلينج والحاجات دي، ما فيش غير دونجا، فده ممكن يكون من خط الوسط مش من الديفنس او واقف الديفنس. برافو عليك، بس هي ما تعدي بقى، يعني هي عدت من دولت. طب اما تعدي اقف ازاي؟ امسك ازاي؟ هي عدت من دول، يعني الطويل دوت كرة طولية قصدك يعني النص الملعب بيروح ازاي؟ النص الملعب هيطلع ازاي؟ فاهم وهي على الهوا، كل واحده على الهوا بيروح انفراد، كل واحده على الهوا بينغطي غلط، حتى ما بيجي يلف بيها تلاقي اللعيب لو معانا الاجوال تلاقي اللعيب عايز انهي جون اللي علينا هات لنا الجونين والنبي يا استاذ يعني تلاقي اللعيب واقف وسط 2، يعني اللعيب بتاع بروكس واقف وسط 2، مفيش حد ماسكه مان تو مان، فدي عايزه تخصصي. زائد طبعا زي ما حضرتك قلت يا طارق، ده خط النص برده يبقى فيه تخصصي اليوم، ان ازاي كوره ما تعديش، يعني لو عدت على الارض لا ما تعدراك، شيلها حتى لو كورنر، يبقى انا كده ما كلفتش فرقتي جول. انما ده محتاج يتقال له كده، محتاج كذا كوره يتعمل له كده، فهيبقى في ده التخصصي اللي انا قصدي عليه.